صباح الخير البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لاباس. انا لاباس الحمد لله. واليوم جيتكم فيديو جديده، فيديو متنوعه كما العاده. البنات بغيت نقول لكم الا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم وكومونتير، هكا راكم عارفين باش تشجعوني باش ندير لكم لي فيديو اكثر واكثر. وبغيت نرحب تاني بالمشتركات جدد ونقول لكم مرحبا بكم في القناه تاعنا. والبنات اي وحده تبغي تتواصل معايا غادي نخلي لكم الانستغرام تاعي في صندوق الوصف. ارواحوا نقصروا شويه. كما راكم تشوفوا البنات هنا الزوج جاب دار شويه لي كورس، دونك درت الزيتون في لي بواط. انا البنات نموت على الزيتون سوا مخلط سوا الكحل، نبغي نديره مع لا سالاد. وسورتو اللي كاين البصله الحمراء، نخلط السلطه مع الزيتون والبصله الحمراء والزيت زيتون. شنقول لكم سلطه وعليها الكلام. على بالي البنات بلي لي بواط تاع البلاستيك يعني ماشي ملاح ديروهم تستعملوهم، ولكن انا صراحه يعجبوني ما نكذبش عليكم، باسكو شحال من خطره شريت تاع الزداج ويتهرسوا لي، ما عنديش كاع الزهر مع هذوك لي بواط تاع الزداج. وهنا بيان سور الهنديه، شكون اللي تبغي وتموت على الهنديه؟ انا نموت على الهنديه سورتو كي تبردوها البنات. وروماركيت البنات الهنديه تاع هنا ما فيهاش الشوك، تتلمسي فيها عادي. باغ كونطخ تاع البلاد غير تلمسي فيها عارفي ديك الشوكه سيمانه وانتيا تتوجعي من يديك. وشكون لا كيفي تخمم الفطور شدير والحشا شدير البنات. صاي جات هذيك الوقت تاع الفطور والحشا، ماشي كيما الصيف نقدو نديرو حاجه خفيفه، حاجه يعني تاكليها سالاد لي فخوي، مي كي يكون البرد شويه لك حاجه حاميه يعني تحمي بها لو كور تاعك. وهنا البنات الزوج جاب لي السردينه، دونك كيما راكم تشوفوا لا كوكوط كنت دايره في راسي شا غادي ندير فطور، ومن بعد كي جا قال لي نو 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 حبسي. نديروا لا سردين باسكو تقاها، دونك معليا غير نقيها ونغسلها ونديرها. شكون اللي كيفي ما تبغيش حاجه تاع دقيقه التاليه تكوني دايره في راسك كي باغا ديري حاجه في الفطور، ومن بعد كينا يقلب لك كاع الموني اللي راكي باغي ديريه. وزدت معاها البنات درت البصاره. البنات نحكي لكم قصه تاع البصاره. انا في دارنا ما نديروش البصاره، نديروا الاكلات اي اكله نديروها، مي البصاره ما كانتش ماما ديرها لنا. كي رحت للمروك البنات، رحت طنجه مراكش، دونك كليت السردينه والبصاره. وصراحه عجبتني بزاف من كليت البصاره مع الحوت، دونك قلت بوركوا با ما نديرهاش. وسورتو البنات كي تكثروا فيها الكمون والزيت زيتون شنو نقول لكم تجي بزاف بزاف بنينه. دونك كيما راكم تشوفوا البنات هنا درت لي زيبيس يعني التتبيله تاع السردين، الملح البابريكا الاحرار، ديروا فيه شويه البنات الكوري تاع الدجاج تجي طوب البنات. وزدت له المعدنوس والسيترون ونخليه البنات هنا وجدته. ومن بعد كينا نرمده في السميد. انا البنات ما نرمداش في الفرينه، نبغي نرمده في السميد رقيق. ومن بعد جيت البنات نوجد الطاوله تاعنا باسكو الزوج هنا هذاك النهار ما خدمش، دونك فطر معايا. دابيتي نفطر وحدي. هنا حطيت شويه لي فخوي البنات. هذا السلطه البنات نموت عليها، طوماطيس بصل الاحمر والزيتون والزيت زيتون، وقليت السردينه في الزيت البنات كيما راكم تشوفوا. وهذه هي طاوله تاعنا تاع الفطور بنات، طاوله بسيطه نقولوا الحمد لله على نعمه الله واللهم اديمها يا رب. دونك البنات بالنسبه للبيساره انا ما درتهاش بالفول، درتها بالجلبان يعني بوكاسي. وزدت لها حبه بصله يعني تكون مقطعه، كلشي نديرها بارد في بارد. ونزيد لها الملح الحرور الكمون، والكمون تكون يعني مغرف كبيره. وديروا لها 5 تاع الفصوص تاع الثوم يعني كثروا لها الثوم والمعدنوس، وديروا الماء البنات. ومن بعد كينا مرقوها كلشي بارد في بارد. وبلعوا عليها لا كوكوط 20 مينوت تكون طايبه، طحنوها وزيدوا لها الزيت زيتون والكمون. ونقول لكم هي طيبه صراحه تجي بزاف بنينه. وبعد ما فطرنا الحمد لله على نعمه الله البنات، روح ديريكتومون نغسل لا بلاك تاعي. كيما راكم عارفين السردينه كي تقلبوها تزعط شويه زيت، دونك غسلت لا بلاك تاعي. وبغيت نجاوب على واحد الكومونتير البنات اللي كاين بزاف بنات رسلوا لي في لي كومونتير وقالوا لي اسكو ولفتي الغربه، هي ايجابيات وسلبيات الغربه. وقالوا لي اسكو الزواج التقليدي مليح ولا يعني الزواج اللي تكون تعرفيه من قبل.
وبالنسبه البنات للسؤال الاول، اسكو توال في الغربه، بغيت نقول لك بلي اي وحده تكون في الخارج البنات سي نورمال في البدايه تجيك واعره، تتفكري والديك، تتفكري خوتك خواتاتك اصحاباتك، تي كاع بلاد بدلتي، يعني العقليه ماشي كيف تاع هنا وتاع البلاد. كاين بزاف امورات اللي ماشي كيف تحسي روحك وحدك. مي دروك نحمدوا ربي ونشكروه بلي كاين ميسنجر، كاين واتساب اللي تقدي تتواصلي مع الاهل تاعك، مع خوتك، مع خواتاتك بالكاميرا. دونك هذه حاجه ديجا ايجابيه. وبالنسبه للبنات للسلبيات والايجابيات، نقدر نقول لكم بلي ان الايجابيات تاع الخارج هي انك الواحد في الغربه يقدر يخدم، يقدر يجمع دراهم اللي ما يقدرش يجمعهم بالك في بلاده. تجربه تاني، تتعلمي عادات جديده، لغات واحده اخرى، تكتسبي تاني خبره في حياتك، وتكون عندك الاستقلاليه، يعني تتعلمي كيفاش تواجهي المشاكل وتدبري امورك. وفي المستقبل تفتح لك فرص خير لولادك ولا حتى ليك في الدراسة ولا في الخدمة. والبنات الغربة تبقى غربة، يعني حتى ولو كانت تقعدي فيها 20 عام. وهنا رحت درت البسبوسه البنات، هاد البسبوسه بزاف بنينه وتوجد بالخف، يعني ما فيهاش بزاف مقادير. دونك غادي ديري فيها حبه بيض، يعني بحبه بيض ديري هاد البسبوسه. دونك البنات عندكم ديروا حبه بيض وتزيدوا معاها نصف كاس سكر، تضربوهم غايه، تزيدوا رشه ملح، ملعقه صغيره لافاني، مبشور الليمون. البنات كثروا مبشور الليمون باسكو يعطيها بزاف بالنشابه. وتزيدوا كاس الا ربع زيت، يعني تزيدوه تدريجيا وتطلعوها بالباتور. ومن بعد كي نزيدوا كاس الا ربع حليب دافئ، ونزيد معاهم، يعني نخلط ونزيد معاهم ملعقه كبيره فرينه وكاس سميد متوسط. البنات نخلطوهم غايه هادو بالباتور، ونزيد نضيف لهم خميره، يعني خميره الحلوى اللي هي فرفاره 11 غرام. ايا ونخلط البنات ونديرها في صينيه تكون يعني تكوني ديجا مسحتها بالزيت والسميد رقيق، وتخليها طيب على 160 درجه. اون فوا البنات تشوفوها حمارت، ديروا لها الشربات اللي كان فيها كاس سكر وزوج كيسان ماء، ونزيدوا لها قطعه تاع الليمون. البنات نديرها تغلي على النار تكون متوسطه. اون فوا تشوفوها البنات غلات، زيدوا لها 10 دقائق وطفوا، خلوها تبرد، غير تخرج البسبوسه البنات سقيوها بهذاك الشربات. ودك نكتب لكم البنات الوصفه في صندوق الوصف. ومن بعد البنات ديريكتومون رحت ندير جو تاع الاناناس. درت فيه، درت زوج ليمون تقطعوهم البنات وديروهم في الكونجيلاتور. ومن بعد كينا تزيدوا عليهم الجونجومبر، يعني زنجبيل ما يكون هذاك تاع الحبه، تقطعوا نصف حبه البنات، وتزيدوا الاناناس تاع العلب، يعني اناناس معلب، نطحنوهم ونزيدوا عليهم الماء. والبنات خلوا هذا الجو يبرد. نقول لكم هذا الجو البنات فيه بزاف فوائد باسكو فيه الجونجومبر وفيه الاناناس وفيه السيترون. دونك سيوه، على بالي بلي غادي يعجبكم. وهنا دار لي حوالي يوطرو نص البنات الماء، والعلبه تاع الاناناس ما درتهاش كاع، يعني درت لا موتي تاعها. ومن الاحسن البنات ما تزيدولاش السكر باسكو ديجا الاناناس يجي سكري. وكما قلت لكم البنات، يعني هذا الجو يتقدم يكون بارد ويعطيكم واحد الاغياغو تاع الجنجامبر، يجيكم كي شغل شويه مع لافا شويه حار. صراحه البنات سيوه، على بالي بلي غادي يعجبكم. وكما راكم تشوفوا البنات بحبه بيض درنا هاد البسبوسه، جات بزاف بنينه. البنات انا كي شربتها من فوق درت لها الكونفيتور ودرت لها رشات تاع النوات كوكو، جات بزاف بنينه وجات مشربه. نقول لكم سيوها، على بالي بلي غادي تعجبكم، وان بليس ما فيهاش بزاف صوالح. هنا ملاحظه البنات اللي يكون عندها نوات كوكو تقد في بلاصتي، يعني درنا حنا كاس سميد متوسط، تقدري ديري كاس الا ربع سميد متوسط وتكمليه بنوات كوكو باش تعطيكم هذيك البنه تاع نوات كوكو. وشوفوا كي جات البنات، ما جات طالعه بزاف، ما جات هاوده بزاف، جات بزاف بنينه. دونك جربوها البنات وقولوا لي رايكم. ونولوا لموضوعنا البنات. اول حاجه اللي هو الوحش، يعني تبقي تحسي روحك ناقصه، خاصك والديك، خاصك صحابك، خاصك العائله تاعك. والجو تاني البنات ماشي كيما تاع البلاد، يعني هنا كاين بزاف البرد باغابوغ البلاد. الغربه صعيبه، الواحد يحس روحه غريب ماشي كيما بلادو. تاني البنات المشاكل الاجتماعيه، يعني كي تكوني في بلاد الناس بعض المرات تحسي بالعنصريه ولا ما يتقبلوكش. التعب النفسي البنات، الخدمة بزاف، الوحدة والضغط يقدروا يخلوا الواحد يتقلق. البعد على العادات، ما تلقيش كل شيء كما في البلاد، يعني الماكلة، الأعياد، العادات الدينية. يعني كما الغربة عندها وجه مليح عندها وجه تاني مر، كما يقولوا الغربة كربة.
وهنا دقت يعني البنات قدامكم هكا باش تشوفوا كيفاش تجي هشيشه وتجي مشربه، سورتو البنات اللي درتوها يعني كليتوها بارده صراحه. سيوها غادي تعجبكم. انا نموت على البسبوسه، جايه خفيفه وغير بحبه بيض، يعني ما تديلكمش بزاف صوالح. وهنا رحت نحضر اون تيزان هكا باش نقعد بها راسي، وباش كاع الماكله اللي كليتها البنات نهضمها. انا نستعمل يعني هاد التيزانه البنات شابه مليحه بزاف يعني صراحه. مصنوعه بالبابونج، كما تعرفوا بلي البابونج يعني يهدئ الاعصاب ويهدئ التقلق، يعني مليح خطره طون طون البنات تشربوها. من الاحسن تزيدوا معاها السيترون. انا ما درتش السيترون باسكو ديجا البنات نشرب توجور ديتوكس اللي دائما نقول لكم ديروه، اللي هو سيترون جونجومبر والخيار تاني. وصلنا لنهايه الفيديو، ما عليا غير نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، تبارطاجوا مع صحاباتكم هكا باش تكبر لمتنا، وتخلوا لي جيم هكا باش تشجعوني. نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.